عشان تبدا سيلز في مجال البي تو بي، او بمعنى اصح ان انت تبيع سوليوشن، يفضل انت تبقى حاجه من الاثنين. حاجه اولانيه تبقى انت اشتغلت قبل كده في جزئيه البي تو سي، يعني بزنس تو كاستمر. بعت قبل كده، كنت واقف مثلا في ستور، واقف لشركه بتبيع للعميل النهائي على طول، بحيث تكون ديت اديتك خبرات كويسه في التعامل مع الاشخاص، وازاي تقنعهم، وازاي تسمع اعتراضاتهم وتتعامل معاها. ده كده هيأهلك بشكل كبير وكويس، وهيوفر عليك وقت. الجزء الثاني، يفضل لو انت النهارده عاوز تشتغل سيلز في مجال البي تو بي او في مجال السوليوشن، يبقى عندك النو هاو، ويبقى عندك النولج بتاعه الصناعه ديت. لان انت مش بتبيع بوكس، انت بتبيع سوليوشن، فالعميل بيعتمد عليك بشكل كبير جدا. فلازم يفضل بقى ان انت تبقى اشتغلت سايت، وبعد كده بري سيلز، وبعد كده سيلز، بحيث يبقى انت يعني خدت التجربه والخبره كامله. فدول افضل طريقين. طب لو انت ولا ده ولا ده، هتقابلك مشكله كبيره، وهتاخد وقت طويل عقبال ما تبدا تبقى اون تراك، وتبقى عارف احنا بنتكلم على ايه. فده دايما افضل طريق من الطريقين ممكن تسلكهم ان شاء الله، ويوفقوك وربنا معاك باذن الله.